هاد الضابطة هادي في آخر نهار ديال الخدمة ديالها هربت واحد السجين في ولاية ألاباما لدرجة أنهم داروا عليهم فيلم في نتفليكس. أجي نسمعوا القصة ونعرفوا شنو وقع بالضبط. في 2020 الحكومة الأمريكية نقلت واحد السجين خطير من ولاية ألاباما لواحد الولاية واحدة أخرى باش بطبيعة الحال يكمل باقي المحاكمة ديالو تما. هاد السجين هذا سميتو كايسي وايت والعمر ديالو 41 عام والطول ديالو 2 متر. كايسي وايت نقلوه لديك الولاية باش يكمل الباقي ديال المحاكمة ديالو، والسبب أنه دار بزاف ديال الجرائم منها محاولة تصفية العمد وبزاف ديال السرقات وبزاف ديال التعدي على بنادم. وفي الاخر المحكمة حكمت عليه ب 75 عام ديال الحبس. وفي ذاك الحبس الجديد اللي مشى ليلو كانت واحد الضابطة سميتها فيكي وايت. هاد فيكي هادي كان عندها 56 عام، وطول هاد المدة ديالها اللي كانت خدامة في الحبس اللي هي 25 عام كانت معروفة تما هاد الموظفة بالخدمة ديالها المتقونة والصرامة ديالها وما كترحم حتى شي واحد. وشحال من عام دات موظفة العام، يعني طب الموظفين في ذاك الحبس كلشي كيتيق فيها. ولكن المشكله ديال هاد الضابطه طول هاد السنوات كاملين كانت بوحدها، ما عندهاش علاقات عاطفيه، يعني سينجل. بطبيعه الحال غتكون سينجل. شفتوا كيفاش دايره؟ واخا بنادم يكون عنده اعدام غدا ما يديرش معاها علاقات. في الايامات الاولى كانت العلاقه ديالها مع كايسي غير علاقه مهنيه، وكانت العلاقه في حدود بزاف، يعني ما كانوش كيدويو بزاف. ولكن مع المده ولات كتطور علاقه ما بيناتهم، ولات كتخدم المصالح ديالو واخا تخرق القانون. ومع المده ولات كتعاونو وكتعطيه بزاف الحوايج لدرجه انه واحد النهار عطاتو التليفون باش يقدر يتواصل معها، حتى ولات ما بيناتهم علاقه حب سريه بطبيعه الحال. مع العلم ان داك خونا مزاب لها وعنده سنوات طوال، يعني مازال ما يخرج من الحبس. ومنين دازت بالضبط عامين على هذه العلاقه السريه ما بيناتهم قررت فيكي انها تجاوز جميع الحدود. وشنو قررت هاد فيكي؟ قررت انها تهرب مع الحبيب ديالها وتجاوز جميع الخطوط الحمراء. باشنو بغات دير؟ بغات تهربوا من الحبس وتهنم هاد العلاقه السريه. وقبل ما ينفذوا الخطه بشي اشهر قليله مشات فيكي باعت الدار ديالها بقل من القيمه اللي الدار كتسواها، يعني مشات بعتها غير ب 90,000 دولار. ومن بعد مشات للبنكه وخرجت داك الفلوس كامله. ومن بعد مشات شرات شي حوايج رجاليه ومشات شرات بزاف ديال كذا، زائد انها شرات واحد الطوموبيل كات كات. هاد الضابطه هذه مشات نفذت خطه ديال الهروب متقونه، حيتاش كان اخر نهار ديال الخدمه ديالها هو هذاك، يعني ما كاينش مجال ديال الخطا. ملي مشات هاد فيكي للحبس قالت لهم باللي غادي ندي السجين للمحكمه حيتاش عنده واحد الجلسه ديال العلاج، وبطبيعه الحال في الحبس كلشي كيتيق فيها حيتاش مرا معقوله عطاوها خونا باش ديه للمحكمه. الكاميرا شدات فيكي وهي ناقله داك السجين الطوموبيل ديالها الرسميه ديال البوليس مع الساعه 9:30 الصباح، وحتى شي واحد ما لاحظ الهروب ديالهم حتى دازت 6 السوايع. بطبيعه الحال حتى واحد ما سول، حيتاش راكم عرفتوا فيكي راه كلشي كيتيق فيها ومرا معقوله وما تقدر دير حتى شي حاجه. ومنين كانوا غادي في الطريق تهنوا من الطوموبيل ديال البوليس ولاحوها في واحد البلاصه وركبوا في الطوموبيل اللي دايرين في الخطه انهم غيهربوا فيها، ومشاو في الشمال باتجاه ولايه الاباما. ومن بعد طلقوا الالارم وكلشي ولا كيقلب على هاد الثنائي هذا في كل بلاصه. ودوزوا 11 يوم وهما كيهربوا من الاوتيل للاوتيل وكلشي كيقلب عليهم والدنيا مرونه عليهم. وفي 9 ماي جات واحد لابيل من واحد الستاسيون ديال المازوت كتقول باللي ان كان واحد الطوموبيل حلا نوع كات كات وفيها شي حوايج غريبين، ومهم فيها شويه ديال الشكوك حيت الخبر كان انتشر في ديك لازون بالزربه. ومنين جاو البوليس بالزربه لقاو بان هذيك هي الطوموبيل ديال هاد العشيقين هادو، ومن تما مشاو لولايه انديانا وبداو كيقلبوا في كل بلاصه. ومن بعد 3 السوايع هما كيجريو عليهم، واخيرا الطوموبيل ديالهم ضربات في واحد الطوموبيل ديال البوليس وخرجت على الطريق. ومن بعد هاد فيكي شدات البيو بيو وضربات راسها وبقات طايحه تما. ومن بعد دغيا داو هاد الضابطه هذه للسبيطار باش يداويوها ويشدوا منها شي معلومات، ولكن بسبب الجراحه اللي دارتها توفت في البلاصه. وهاد خونا هذا دغيا سلم راسو بلا حتى شي مقاومه. وهاد خونا كايسي منين شدوه بقى كيقول عاونوا المراه ديالي، عاونوا الزوجه ديالي، مع العلم انها هذيك راه ماشي مراته غير صديقه ديالو. وبقى كيقول للبوليس بصوت مجهد راه هي اللي طلقت الرصاص على راسها، راه ماشي انا راه ما ضربتها ما والو. داو هاد كايسي للمحكمه حيتاش حاول يهرب ولبقوا له التهمه ديال الختنه بان راه هو اللي ضربها. وفي الاخر خرج الحكم وحكموا عليه بالاعدام، يعني المسيح الدجال يخرج وهاد خونا هذا ما يخرج. استغفر الله. شوفكم في فيديو الجاي.